السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غندير معكم الوصفة ديال البسطيلة ديال الحوت بواحد الطريقة اللي سهلة وبسيطة، بواحد الشرمولة حتى هي زوينة اللي ممكن تعتمدوها في جميع الأطباق ديالكم ديال السمك. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم تكملوه للآخر، فبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله ندوزو للمقادير. هنا عندي نص زلافة من بين القزبر والمعدنوس مقطعين، وعندي واحد العصير ديال الحامضة، نص حامضة مصيرة مقطعة مربعات، وعندي 5 ديال التومات محكوكين، عندي واحد البصلة كبيرة اللي عسلتها يعني في شوية ديال الزيت، الملحة والبزار حتى ولات على هذا الشكل، واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة، معلقة كبيرة ديال الكبار، معلقة ديال المطيشة ديال الحك، ومعلقة ديال المطارد. وعندي هنا معلقة كبيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الحار، ومعلقة صغيرة ديال الكمون. وغادي خصنا هنايا الصوص ديال الصوجا، عندي انايا اللي خفيفه والثقيله، وعندي صلصه ديال السمك وزيت الزيتون وزيت المائده. فهادو هما المقادير كاملين اللي غادي نحتاجو. فهنا كما شفتوا راه ما استعملتش الملحه، لان هادشي كله اللي غادي ندير فيه الملحه، العصير ديال الحامض، عندي القشره ديال الحامض، غادي الكبار غادي نخليه حتى من بعد عاد غندوق واش خصني نزيد الملحه ولا لا. فواحد الاناء غادي نديرو القزبر والمعدنوس، نزيدو عليه البصله، من بعد القشره ديال الحامض مصير، تومه، فالثومه خصها تكون بزيت، فكما قلت لكم هنا درت 5 ديال الفصوصه كبار محكوكين، العصير ديال الحامض، وغادي ندير التوابل كاملين اللي ذكرت لكم من قبل. صافي غادي نخلطوا هاد التوابل كاملين باش ينسجموا، من بعد غادي نزيدوا عليهم زيت الزيتون وزيت المائده. فانا هنا دائما كندير عيني ميزاني، تقريبا واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، وتقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده، ونخلط هاد الشرموله مزيان باش تنسجم. من بعد غادي نزيد صوص ديال الصوجا. هنا درت صوص الصوجا اللي كتكون شويه ثقيله، درت منها تقريبا 2 معالق كبار، وغادي نزيد الصلصه ديال السمك حتى هي 2 معالق كبار، وغادي نعاود نزيد واحد الملعقه كبيره من صوص الصوجا اللي كتكون خفيفه يعني اللايت. صافي غادي نخلط الشرموله ديالي، وهنا كتكون الشرموله واجده. هاد الشرموله راه رائعه، هي باش كندير الاطباق ديال السمك ديالي كتجي زوينه بزاف، فاعتمدوها راه غادي تجيكم رائعه. صافي الصلصه هنا عندي وجدات. ندوزو للمرحله الثانيه. غادي ناخذ هنا الحوت الابيض، فديروا اللي متوفر عندكم اي سمك كتستعملوه في البسطيله، فانا خديت هذا. انا كندخلو الفران، فغادي ندهنو كامل بالشرموله. دائما الكميه كتبقى على حسب المتوفر، انا هنا خديت كيلو من الهبره ديال الحوت، وانتم استعملوا يعني المتوفر عندكم او على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم في الدار. غادي ندهن مزيان هذيك الشرموله للحوت يعني من جميع الجهات، فريحه الشرموله رائعه زوينه بزاف. وغادي ندخلو الفران على نار متوسطه ونخليه يطيب. حضروا معاه باش ما ينشفش. في واحد المقيله غادي ندير معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق ديال زيت الزيتون، وغادي ندير 600 غرام ديال الكروفيت. فانا كما قلت لكم غنقول لكم الكميه ديال السمك على حسب الشرموله اللي درت، يعني الا كانت كميه ديال السمك اكثر من هكا فدائما دوبلو الشرموله. ومن بعد غادي نضيف لهداك الكروفيت واحد 2 معالق، معلقه ونص 2 المعالق من الشرموله.
وغادي نقليه فوق يعني نار مهيلة. من بعد غادي نزيد على البوطة وغادي نخليه باش ينشف ليا من الماء، وباش هاد الكروفيت ما يطلقش ليا الماء بزاف. ومن بعد ما تقلى مزيان عطيتو 5 ديال الدقائق ما فتهاش ليه، غادي نحطو في واحد الطبق وغادي ندوز لنفس المقله وندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده ونزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون. ودرت هنا الكالامار حتى هو 600 غرام. فبلا ما تحتاجوا توسخوا بزاف ديال المقالي، فمقله وحده قاضيه الغرض. وهنا غادي نضيف ليها ثاني الشرموله، فدرت تقريبا معلقه ونص. ونقليها مزيان، نقلي هاد الكالامار مزيان في الشرموله، ويكون البوطه مجهده باش حتى هو ما يطلقش ليا الماء بزاف وينشف. ومن بعد ملي طيب حتى هو عطيتو 5 ديال الدقائق ما فتاش ليه، غادي نزيدو على الكروفيت ونرجعوا للمقيله ديالنا. غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال زيت الزيتون. فهنا غادي ندير الفطر، ممكن ديروا الفطر المعلب كما ممكن ديروا الطري، ولكن الصراحه تيكون واحد الفرق في الطعم باين بزاف، فاستعملوا الطري يكون احسن الا بغيتوا البسطيله تكون يعني تجيكم بنينه. فدرت هنا الفطر الابيض اللي كيكون صغيور فقطعته قطع متوسطه، وزدت ليه حتى هو الشرموله، فكندير ما بين معلقه كبيره معلقه ونص يعني ما تنفوتش، يعني معلقه كبيره تكون عامره مزيان. وحتى هو غادي نقليه ما تياخذش اكثر من 6 ديال الدقائق. ومن بعد ملي غادي يطيب غادي نزيدو على الكروفيت والكالامار اللي كنا طيبنا، وندوزو لنفس المقله عاوتاني. غادي ندير فيها الشعريه الصينيه اللي كنت رقدتها شويه في الماء الطايب حتى دبالت، ونضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله ونشحرها واحد شويه حتى تنشف من داك الماء اللي فيها. هنا خرجت الحوت من الفران كما شفتوا كيجي محمر طايب، ولكن من الداخل تيجي يبقى فتي، ما كيجيش ناشف، لان الحوت ملي كينشف ما تيبقى فيه حتى شي مذاق. فديما الحوت ما طيبوش بزاف. وهذيك الشرموله اللي درت فيه كتجي زوينه، غير جربوها على ضمانتي. فانا ما تحملتش الصراحه، كنقطع وتناكل. فانا كليت حقيق قبل لا طيب البسطيله، كنقطعوها كقطع كبيره باش هكا تجي باينه في البسطيله، ما تجيش ديك البسطيله فيها كلشي معجن، فكل حاجه تجي باينه. والحوت دائما ما طيبوش البنات بزاف، لان ملي كيطيب بزاف كيجي ناشف وما كيجيش زوين وما تيبقاش فيه حتى المذاق. صافي هنا رجعت العناصر الاولى اللي كنت طيبت، فنزيد عليهم الشعريه الصينيه. واخا شفتوني درت ديك الكميه ديال الشعريه الصينيه ما غاديش نديرها كامله، غادي نستعملها في حاجه اخرى. هنا درت غير القياس. والشعريه الصينيه كتبغي تكون قل من الحوت في البسطيله. الا كثرتوا الشعريه الصينيه ما كيبقى حتى شي مذاق في البسطيله. وهنا خلطت العناصر كاملين، وغادي ندوزو الورقه او الطلماط ديال البسطيله. فخديت المول دهنته بالزبده، ومن بعد بديت كنست فيه الورقه ديالي. فعندنا حنا غير الورقه ديال الكلاش اغلبيه، اولا الورقه ديال الملصوقه، وبصراحه ما كنصح بها حتى شي واحد هذيك يستعملها لان ما كتكونش زوينه. في واحد الحاله الا بغيتي تقلي مثلا، بغيتي دير البريوات اولا القنينطات وتقليهم في الزيت فكتجي زوينه. اما الا بغيتي ديري البسطيله اولا اي حاجه كتدخل الفران فيما الورقه طريه اولا الورقه ديال الكلاش. وهنا كما شفتوا معايا درت الطبقه الاولى من فواكه البحر، من بعد زدت القطع ديال السمك اللي طيبت في الفران، ونزيد الطبقه الثانيه، ومن الفوق هكا درت قطع ديال السمك عاوتاني اللي قلت لكم ديروهم هكا يكونوا شويه قطع كبار باش يكونوا باينين. وغادي نستمر حتى نكمل العماره. هنا غندير واحد الكميه قليله من الجبن اولا من الفرماج محكوك، غير شويه، غير باش تعطي داك الطعم والتعليكه هكا من الفوق، ما تكتروش بزاف. وغادي نبدا نطوي البسطيله ديالي. فانتم عارفين الورقه ديال الكلاش كتقطع بزاف وكتكون شويه صعيبه في الخدمه ديالها، ولكن هي باش زوينه كتلحم، يعني كتلحم بوحدها. واخا تبان لك تقطعات، ملي كتزيدي عليها شي قطعه واحده اخرى من الفوق
غير كتدخل الفران كلشي كيتقاد، واخا تبان لكم ماشي هي هاذيك وما مقاداش، غير كتدخل الفران وكتلحم غير بوحدها وكتقاد. هذاك الشيء علاش هي زعما اختيار زوين للناس اللي ما تيلقاوش الورقة طرية. دائما دهنوا الزبدة لان الورقة كتبغي الزبدة. اللي ما بغاش الزبدة ممكن يدير الزيت اولا يدير خليط ما بين الزيت والزبدة. فهنا جمعتها ولمطتها مزيان كما شفتوا. دهنت واحد الكمية هكا ديال الزبدة من الفوق باش تجيني البسطيلة محمرة، وغادي ندخلها للفران على واحد الدرجة ديال الحرارة شوية عالية طيب وتحمر كما شفتوا. من بعد خرجتها قلبتها في الطبسيل ديال التقديم. ما غاديش ندير شي زواق يعني لان آه، ماشي بسطيله ديال الضيوف، غير بسطيله ديال العائله غير لينا. فزوقتها واحد الزواق بسيط غير تزين هكا عادي. درت هكا قطع ديال الحامض وغادي ندير شويه ديال الجبن اولا الفرماج محكوك. فانا ملي كنزين بالفرماج من بعد كنشعل الفران وكنطفيه وكندخلها ملي كنبغي نقدمها. فهاد الفرماج كامل غادي يذوب كيعطي واحد التعليكه وكيجي زوين. وهنا خديت واحد شويه ديال الكروفيت اللي صوتيته في شويه ديال الزبده شويه ديال الملحه والبزار والزعتر وغادي نزين به. فالاهم هو العماره والطريقه كيفاش صاوبنا البسطيله. اما التزيين تيبقى يعني اختياري وحسب ما توفر عندكم وعلى حساب يعني المناسبه. رشيت واحد شويه ديال المعدنوس من الفوق والبسطيله ديالنا ها هي واجده. الفرماج بطبيعه الحال ما غاش يبقى بحال هكا. فانا ملي غنبغي نقدمها غادي كما قلت لكم غادي ندخلها الفران يكون سخون باش هذاك الفرماج يذوب كامل. وجاتني على هذا الشكل هذا صراحه كتجي بنينه. جربوها بالطريقه ديالي او لا استعملوا غير يعني الشرموله اللي درت فزوينه بزاف غادي تعجبكم انا اكيده. وكانت هذه هي البسطيله. فهاد الفيديو راه درتو شحال هذه قديم ولكن ما توفقتش نحطو. دابا عاد كتاب الحمد لله اني حطيته. هنايا البسطيله ما قطعتهاش معكم لان حطيناها تغدينا بها. ف قطعت غير واحد القطعه وصورتها كما شفتوا كتجي من الداخل زوينه وكيجيو داك القطع ديال الحوت هكا باينين. وكنتمنى تكون هاد الوصفه اللي درت معكم اليوم عجباتكم. وكنأكد عليكم جربوا الشرموله راه غادي تعجبكم بزاف وغادي تعتمدوا انا اكيده في جميع الانواع ديال السمك. كنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف على قلبكم. شكرا لكم دائما على المتابعة. شكرا لكم على التعليقات اللي كتخلوا ليا والى وصفة قادمة ان شاء الله.